كيبدا الفيلم بجون وهو قناص محترف كيكون مكلف بمهمة قتل رجل أعمال في باريس. كيجلس قدام السرجم وكيراقب الفندق اللي غادي ينزل فيه. وفي اليوم الثاني كيكون جون نازل يشري شي حاجات خاصينه وكيتصل بالمحامي اللي مكلفه بالمهمة وكيقول ليه بلي هذه 5 أيام وهو مراقب الفندق كيتسنى هذاك الشخص اللي غادي يقتله، ولكن باقي ما بانش ليه، وباللي غادي يزيد نهار واحد الا ما جاش غادي ينهي المهمه ويرجع في كيرمي التليفون ويهرسو وكيرجع للشقه ديالو. وفي الليل كيوصل رجل الاعمال للفندق وكتكون معاه واحد البنت. كيوجد جون البندقيه ديالو كيحاول يركز مزيان باش يحدد الهدف ديالو، ولكن واخا هاد التركيز كامل باللي كيصوب كيقتل البنت اللي مع رجل الاعمال. جون كيتصدم حيت غلط وكيحاول يجمع حوايجه بسرعه ويهرب قبل ما يتعرفوا الحرس الخاص ديال رجل الاعمال على المكان ديالو، وكيسرق موطور وكيهرب. وفي اقرب محطه ديال البنزين كيبدل حوايجه كاملين وكيحسن وكيلبس حوايج جداد وكياخذ طاكسي وكيمشي للمطار. وفي المطار كيتصل بالمحامي وكيقول ليه باللي فشل في العمليه. المحامي مايكل كيتعصب بزاف وكيقول ليه دابا غتسبب لينا في مشكل كبير مع العميل اللي مكلفنا بالمهمه. كيقطع جون الاتصال وكيرمي التليفون ويهرسو وكيستخدم جواز سفر مزور وكيحجز تذكره باش يسافر، ولكن كيلاحظ باللي واحد الشخص كيشوف فيه ومراقبه. كيشك فيه جون وكيضطر يبدل الرحله ديالو باش ما يطلعش معاه في نفس الطياره. وكيقرر جون يبات في الفندق ديال المطار. كيحط واحد الكاس فوق البواني ديال الباب ديال الغرفه ديالو وكيحط واحد الطاسه ديال اينوكس لتحت باش الا حاول شي حد يفتح الباب دغيا يسمعو ويحس به. وكينعس فوق الكرسي وكيحط موس حداه باش يكون مستعد لاي حاجه. وفي اليوم الثاني كيسافر ويرجع لبلادو. كيوصل وكيركب في الطوموبيل ديالو اللي كتكون في الكراج ديال المطار وكيمشي لدارو اللي كتكون في واحد المنطقه بعيده وسط الغابه. ملي كيوصل كيبان ليه اثر جديد ديال الخطوات في الارض وكيفهم باللي شي حد خليه لدارو في غيابه. كيهز السلاح وكينزل بسرعه، وملي كيدخل للدار كيلقى كلشي مرون ومهرس والاثر ديال الدمايات في كل بلاصه. كيمشي جون كيجري للمستشفى وكيلقى خطيبته نيفين اللي تعداو عليها وكان عندها اصابات خطيره ناعسه تما. وخوها ماركوس كيعاود ليه كلشي داكشي اللي وقع. كيقول ليه بلي يجمع عليهم 2 ديال الناس، راجل كبير ومراه رقيقه وكبيره وشعرها ابيض. كيقول ليه بلي شافهم حتى ملي ركبوا طاكسي خضر كان كيتسناهم قدام الدار. كيحاول يهديه جون وكيوعدو ينتقم منه. وكتجي الطبيبه وكتطمنوا على الحاله ديال خطيبته انها في تحسن كبير. وملي كتفيق نيفين كتعاود ليه حتى هي داكشي اللي وقع وكتقول ليه باللي اللي هجموا عليهم كانوا باغيين يقتلوه هو وباللي حاولوا يعرفوا منها المكان ديالو وملي رفضات ضربوها. وكيرجع جون للدار وفي الجردة ديالو كيكون مخبي فيها بزاف ديال الأسلحة تحت الأرض وجوازات سفر مزورة وتليفونات. كيجبد داكشي كامل اللي غادي يحتاج. وفي النهار التالي كيمشي يقلب على الطاكسيات الخضرين اللي كاينين في هذيك المدينة وكيعرف اسم الشركة اللي تابعين ليها. وفي الليل كيمشي جون ليها كيضرب الحرس وكيكتفو وكيدخل يقلب على البيانات ديال الشركة وكيلقى السجل ديال الرحلات وأرقام السيارات وكيقدر يعرف الرقم ديال السيارة الطاكسي اللي كان داك النهار قدام دارو، النهار اللي هجموا فيه على خطيبته. وكيجبد الملف ديال كاع الشوافريه اللي خدامين في هذيك الشركه وكيعرف باللي الشيفور اللي كان سايق هذاك النهار في داك الطاكسي بالضبط سميتو ليو واللي كيكون ديما الطاكسي ديالو قدام المطار. وفي النهار التالي كيمشي جون للمطار وكيلقى ليو كيركب معاه عادي بحال الا غادي يوصلوا. شويه كيجبد عليه السلاح وكيهدو باش يعاود ليه بالتفصيل على الناس اللي وصلهم داك النهار. كيقول ليه ليو باللي هو كان واقف في المطار وجاه واحد الراجل ضخم ومعاه مرا كبر منه في السن رقيقه وشعرها ابيض. وكيقول ليه باللي وراوه عنوان الدار في الGPS ووصلهم وطلبوا منه يتسناهم باش يرجعهم للمطار عاوتاني. وكيقول ليه باللي دخلوا للدار وتعطلوا شي ساعه تقريبا ومن بعد خرجوا ورجع وصلهم للمطار كيف ما طلبوا منه. وملي سالا ليو كلامو جون خدا المعلومات اللي بغا قتلو وفهم جون باللي المحامي هو اللي وراه هادشي كامل وهو اللي كراهم باش يقتلوه حيت فشل في المهمه ديالو ديال باريس. وقرر يمشي ليه. كيركب لولايه لويزيانا اللي كيكون فيها مقر المحامي. كيكري طوموبيل كبيره وكيشري المعدات اللي خاصه للعمليه
وكيتنكر في اللبس ديال عامل النظافه، وكيقدر يدخل لمكتب المحامي بلا ما يعيقوا به، وكيكتف المحامي والسكرتيره، وكيجبد مسدس كبير ديال المسامر وكيضرب به المحامي في صدرو 3 ديال الضربات، وكيقول ليه يعترف على اسماء القتله اللي كراهم عليه باش يطلب ليه الاسعاف وينقذوا من الموت. ولكن جون كيتفاجئ ملي المحامي مايكل كيموت قبل ما يعرف منه داكشي اللي باغي، والسكرتيره كتعرف ديك الساعه بلي حتى هي غادي يقتلها، وكتطلب منه يقتلها في الدار عندها وما يخبيش الجثه ديالها باش ولادها يستافدوا من فلوس التامين على الحياه ديالها مور ما تموت، وتبان القضيه غير بحال حادثه سرقه، وفي المقابل تعطيه كاع المعلومات اللي باغي يعرف على هادوك القتله اللي كان باغي يعرفهم. وداكشي اللي وقع، هز جون جثه المحامي في صندوق معاه في طوموبيل، ومشى مع السكرتيره للدار وخدا كاع المعلومات اللي بغا من نسخ ديال الملفات اللي عندها، ولقى بلي القتله اللي هجموا على دارو الراجل عايش في فلوريدا والمراه الكبيره عايشه في نيويورك، وبلي العامل اللي كلف المحامي بقتل رجل الاعمال ديال باريس هو ملياردير كبير وعايش في شيكاغو. ومن بعد ما خدا كاع العناوين اللي بغا كيقتل السكرتيره وكيخلي الجثه ديالها تما بحال كيف ما اتفق معاها، وكيمشي باش يخبي جثه المحامي في بلاصه بعيده، وكيغسل الطوموبيل مزيان وكيبدل الارقام المزوره اللي كان ملصقها فيها وكيرجعها للشركه اللي كراها منها. وفي اليوم التالي كيمشي يكري طوموبيل اخرى ببطاقه تعريف مزوره وكيسافر بها لولايه فلوريدا باش يقلب على الراجل اللي كان هجم عليه وباش ينتقم منه. كيمشي للعنوان ديالو كيبقى يراقبه من بعيد، وكيلاحظ بلي جون معاه جوج ديال صحابو وعنده كلب كبير، وكيمشي جون يشري منوم وشويه ديال اللحم وقرعه ديال الكحول، وكيرجع يراقب دار الراجل نهار كامل. وفي الليل كيتاكد جون بلي الراجل بوحدو في الدار من بعد ما صحابو وصلوه ومشاو. كينزل جون من طوموبيل وكيلوح للكلب واحد اللحمه اللي كيكون حاط فيها المنوم، وكيتسناه واحد شويه حتى ينعس عاد يدخل للدار. كيدخل للدار وكيتضارب مع الراجل اللي كيكون هجم عليه وطيح ليه المسدس ديالو، وكيقدر في الاخر جون يقتلو. الكلب كيفيق ملي كيسمع صوت الرصاص وكيجي كيجري كيدخل للدار وكيتبع جون، ولكن جون كيقدر يهرب منه. ومن بعد جون كيرمي القرعه اللي شرا ديال الكحول من بعد ما صايب بها قنبله باش يحرق الدار كامله. وفي النهار التالي كيمشي يحجز تذكره الطياره لنيويورك بجواز سفر مزور، وبنفس الطريقه كيمشي يكري طوموبيل ببطاقه مزوره وكيمشي للعنوان ديال الدار ديال ديك السيده اللي كانوا كراوها عليه، وكيبقى مراقب حتى هي دارها النهار كامل حتى الليل، وكيشوفها وهي خارجه كتركب طوموبيلتها كيتبعها حتى كتدخل لواحد المطعم كيدخل وراها، وملي كتشوفو كتفهم باللي جاي باش يقتلها. كتطلب منه يخليها تكمل عشاها، ومن بعد كيمشيو لواحد البلاصه مهجوره. من بعد المراه كدير راسها طاحت وكتطلب منه يعاونها باش تقدر تنوض، ولكن جون كيطلق عليها الرصاص ديك الساعه وكيقتلها. وملي كطيح كيشوف باللي كانت شاده في يديها موس كانت ناويه ملي يحاول يعاونها ضربوا به. ومن بعد كيشد الطياره لشيكاغو باش يمشي للملياردير اللي كان متوقع جون باللي هو السبب الاول في هادشي اللي وقع كامل. كيوصل وكيبدا يراقب دارو وكيحاول يتسلل ليها، ولكن كيلقى باللي القفل ديال هذيك البنايه اللي ساكن فيها الملياردير القفل ديالها من الاقفال الحديثه واللي صعيب تفتح بسهوله. فكيصورو باش يقلب عليه وعلى النوع ديالو في الانترنت، وداكشي اللي كيمشي يدير. من بعد كيمشي يشري جهاز ديال نسخ المفاتيح اللي هي خاصه بهذه النوعيه ديال القفال، وكيرجع يراقب الملياردير اللي كيلقاه كيمارس واحد النوع من الرياضه في واحد النادي ديال واحد الفندق. فكيمشي جون وكيحجز غرفه في هذاك الفندق بالضبط ببطاقه ديال التعريف مزوره. وفي اليوم التالي كينزل لصاله الالعاب ديال داك الفندق اللي كيتمرن فيها الملياردير، وكيسرق السارود ديال خزانات الملابس ديال صاله الالعاب، وكيمشي للخزانه ديال العامل الملياردير كيفتحها وكياخذ ساروت ديال دارو وكيمشي ينسخ عليه بديك الجهاز اللي كان شراه، وكيرجع الساروت لبلاصتو. وفي الليل كيمشي باش يقتل الملياردير. وقبل من داكشي جون كيعرفو بعدا بنفسه كيقول ليه بلي هو القناص اللي كان صيفطو المحامي لباريس باش يقتل رجل الاعمال. والعامل الملياردير كيقول لجون بلي ما عندوش حتى شي مشكله شخصيه معاه، وبلي ماشي هو اللي طلب منه انهم يقتلوه، وبلي المحامي مايكل هو اللي قال ليه بلي خاصهم يتخلصوا من اي حاجه لها علاقه بهذيك المهمه. جون كيقتنع بالكلام ديالو وكيقرر ما يقتلوش،
ولكن كيهددو الا حاول يقتلو غادي يرجع ليه ويقتلوه هو وعائلته كامله، وكيسالي الانتقام ديالو كيرجع في حالو لمدينته ولدارو.